لو هتشتغل في مجال تحلية المية ومش عارف تحسب ال SDI ولا ال NDP يبقى ممكن تضيع ملايين وتأثر على كفاءة المحطة نفسها مع ارتفاع الكابكس والأوبكس. في تراك واحد بس هتاخد كل حاجة تخص مجال تحلية المية بالتفصيل، اللي هيكون لمدة شهرين، هيكون شامل 4 كورسات متتابعة وفيهم 4 اجتماعات تفاعلية مع باشمهندس أحمد خيري بنفسه، وامتحانين ومشروع في نهاية التراك. والأهم إنك بعد ما تخلص هتحصل على شهادة معتمدة من ليرنيو وشهادة تانية معتمدة من نقابة المهندسين المصرية. في التراك هتكون ملم بكل حاجة، من أول ما نفهم ليه بنعالج المية لحد ما تصمم محطة كاملة بنفسك. هتفهم كيمياء المية والفرق بين السيرفيس والجراوند ووتر، وهتعرف أنواع البوليتنس. بعدها ندخل على تصميم المحطة، هتحسب الفلو والضغوط وتختار الممبرين، وتتعلم ازاي تمنع او تقلل السكيلينج والفاولينج بانواعه، وتعرف ان الستيج غير الباس، وعارف ان لو الريكفري مش محسوب صح الاوبكس هتزيد جدا. هتحسب بنفسك ال NDP، ال CF، الدوز، الكوندكتيفيتي، الفلوكس، ال pH افكت، وهتعرف ليه الحسابات دي بتنقذ المشروع من مشاكل بالملايين. في اخر التراك هتدخل على تولز زي ال IMS ديزاين، هيدرونوتكس، ويف بروجكشن، والفيولا بروجكشن، وتبدا تشتغل على مشروع متكامل لمحطة RO من A to Z. وهنتعرف ازاي تعمل ايفالويشن لاي محطة في ربع ساعة بس، ونتعلم اهمية نظام ال CIP والغسيل الكيميائي بانواعه، وازاي ترفع من كفاءة المحطة. لو انت مهندس مبتدئ او حتى شغال في المجال وعايز تطور من نفسك، الجايد تراك ده معمول ليك. ابعت لنا رسالة عشان تعرف باقي التفاصيل، ما تنساش تبعت الفيديو لزميلك المهتم بمجال تحلية المياه.